نسيت اخد الدواء بتاعي النهارده. هل انت عامل زي مكتوبه لك روشته كل يوم تاخد دواء معين في وقت معين وجات يوم نسيت تاخد الدواء بتاعك؟ خلينا نتفق على اتفاق، مش كل الادويه تنفع تتعامل نفس المعامله. خلينا نفكر مع بعض في شويه قواعد عامه لو احنا نسينا الدواء بتاعنا. اول حاجه نتفق عليها ان انت ممكن تكلم الصيدلي بتاعك، الصيدلي هيقدر يساعدك قوي في الحته دي. لو انت افتكرت في وقت قريب ان انت ما خدتش الدواء، روح خده على طول. لو انا كان المفروض اخد جرعه وما خدتهاش وقربت للجرعه الثانيه، هاخد الجرعه الثانيه وتقريبا هنسى الجرعه الاولى لان انا كده وقتها فين. في ادويه مهم لازم ناخد بالنا منها، ادويه القلب، ادويه الضغط، مهم جدا ان احنا ما نفوتهاش ولازم نسال الصيدلي لو نسينا جرعه. دواء السكر مهم قوي ان انا اخد الجرعه بتاعته المظبوطه، لو الدكتور كاتب لي جرعه معينه ولا ينفع ازود عنها ولا ينفع انقص عنها. طب لو اخدت زياده اعمل ايه؟ اكلم الدكتور على طول. معظم المضادات الحيويه لازم اخدها في الوقت بتاعها. طب لو فوتت حبايه اعمل ايه؟ لو انا افتكرت وقت قريب من الجرعه الاولى هاخدها بسرعه، لو ما افتكرتش هاخد واحده بس في الجرعه اللي جايه. ادويه المسكنات اللي انا باخدها مش بانتظام، اقدر اخدها لما يكون عندي وجع، بس محتاج ان انا اركز ان انا ما ازودش عن الجرعات اللي الدكتور كاتبها لي. لو حاسس ان انت ممكن تنسى، ممكن تجيب علبه زي دي تحط فيها، ترص فيها الادويه عليها الايام، او تحطها كالندر على التليفون. لو بتاخد دواء عندك سؤال عنه تقدر تكتب لي في التعليق او تزورني في الصيدليه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا وعايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الحلقه اللي جايه.